السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك صديقي العسل. المرة اللي فاتت اتكلمنا على حاجة اسمها السرعة. قلنا في السرعة دي شوية حاجات، تعالى كده لما نشوفه. عرفنا اللي احنا بنجيبوها من مثلث رهوان، السرعة عين بتساوي ف على زين مسافة على زمن. وعرفنا كمان تعرفها اللي هو كان بيقول هي المعدل الزمني للتغير في المسافة أو المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. أو المسافة المقطوعة خلال إيه؟ وحدة الزمن. طيب صلى على سيدك رسول الله. تفضيل النبي كمان صلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. وعرفنا وحدتها إن هي متر على الثانية أو كيلو متر على الساعة، وبحول عن طريق 5 على 18، ومن الصغير للكبير أنا بقسم ومن الكبير للصغير بضرب. قال لك بقى في علاقة مع السرعة. السرعة دي عاملة علاقتين، علاقة مشروعة وعلاقة غير مشروعة. العلاقة المشروعة دي مع المسافة، والمشروعة الطردية. المسافة بتقول للسرعة زيك زيي واللي يحصل لك يحصل لي، اما السرعه بتقول للزمن انا عكسك، اللي يحصل لك عكس اللي يحصل لي. طيب خلي بالك احنا قلنا كمان العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركه الجسم، دولت هم ايه؟ قال لي واحد هم المسافه والزمن. واحد ما كانش مركز معانا قال لي عرفت منين؟ قلت له من عزوز يالا. قالك من عزوز يالا لما كنا قاعدين على القهوه، قلت له انت عرفت منين الاسرع؟ قال لي شفت مشى قد ايه يبقى كده مسافه، في وقت قد ايه يبقى كده الزمن. طيب وعرفنا كمان ايه النهارده بقى؟ هنعرفك ان السرعه دي فيها 3 انواع: سرعه منتظمه اللي هي ثابته، غير منتظمه، وكمان نسبيه. عذرا. السرعه المنتظمه والثابته. الغير منتظمه دي بقى هنعرفوا فيها سرعتين: سرعه اسمها سرعه لحظيه اللي انت بتقيسها في نفس اللحظه، وسرعه تانية اسمها السرعه المتوسطه بتساوي مجموع المسافات على مجموع الزمن، فاقول لك المسافه كلها على الزمن كله. اما النسبيه عشان تحسبها بتعتمد على حاجه اسمها المراقب اللي بيشوف السرعه، اللي بيشوف الحاجه اللي بتتحرك. المراقب ده ممكن يبقى ساكن او متحرك في نفس الاتجاه او متحرك عكس الاتجاه. يلا بينا كده نشوف السرعة المنتظمة ايه هي. قال لك الجسم اللي بيتحرك بسرعة منتظمة، الجسم ده بيمشي مسافات زي بعض في أزمنة زي بعض، يعني بيمشي مسافات متساوية في أزمنة متساوية. قال لك يعني لما تيجي تحسب السرعة في أي وقت في أي لحظة بتلاقيها منتظمة ثابتة، نفس السرعة اللي حسبتها في أول ثانية هي اللي في تاني ثانية. زي زغلول لما تصطاد الفراشة، قال لك مشيت 5 متر في ثانية، 10 متر في ثانيتين، 15 متر في 3 ثواني. قلت لي انت كده ماشيه بسرعه منتظمه، ايه عرفني ده 10 15 5؟ قلت له احسبها عندنا من رهوان، العين بتساوي ف على زين. حسبتها في المره الاولى 5 على 1 فيها الخمسه، 10 على 2 فيها الخمسه، 15 على 3 فيها الخمسه. قال لا ده سرعه ثابته من اول ثانيه لغايه 3 ثواني. قال لك معناها ان هي ماشيه بسرعه منتظمه. عايزك تعرف ان السرعه المنتظمه ده يصعب تحقيقها عمليا. قلت لي اشمعنى؟ بسبب يا حبيبي احوال الطريق، بسبب المطبات، بسبب العربيه اللي عملت غرزه عليك وانت سايق. طب مين اللي بيتحرك بسرعه منتظمه؟ حاجه اسمها يا سيدنا الموجات الكهرومغناطيسيه. زي مين؟ قال لك ده زي عمك الحاج الضوء اللي بيتحركوا بكام؟ ب3 في 10 اس 8. ما تيجي كده نشوف يا حبيبي السرعة بقى الغير منتظمة. صلى على سيدك رسول الله عليه الصلاة والسلام. السرعة الغير منتظمة ديت الجسم يتحرك حاجة مش متساوية في حاجة متساوية. مش فاهم؟ قال لك يعني ممكن يتحرك مسافات متساوية في أزمنة مش متساوية، أو مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. زي زغلول وزغلولة. زغلول مثلا اتحرك مسافات مش متساوية في أزمنة متساوية، هتيجي تحسبها مش هتلاقي ان السرعات زي بعضها، والعكس زغلولة. طيب خلي بالك بقى لو قال لك ما معنى قولنا ان، قال لك ايه؟ قال لك قطار يتحرك بسرعه غير منتظمه. قول له يا باشا ان هو ماشي في حاجه متساويه وحاجه غير متساويه، اي انه تقطع مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه، او مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. لما يجي يقول لك تزود السيارات بعداد سرعه، قال لك ليقيس السرعه. يبقى اهميته ان هو بيقيس السرعه، لان السياره قلنا زي ما قلنا ان هي بتتحرك بسرعه غير منتظمه. تعالى بقى لما اقول لك ان خلي بالك السرعه الغير منتظمه فيها سرعتين: سرعه اسمها السرعه اللحظيه اللي انت بتقيسها في اي لحظه من قانونها العادي، ان احنا بنقول السرعه بتساوي ف على زين، يبقى السرعه اللحظيه. طيب اللي هي انت بتقيسها في اي لحظه. اما السرعه التانيه هي السرعه المتوسطه.
السرعة المتوسطة يا سيدنا دي بتجمع المسافات اللي الجسم مشاها بحالها، تقسمها على الزمن اللي مشى به المسافات دي. طب امتى الاتنين يتساووا؟ لو الجسم ده اتحرك بسرعة منتظمة. طب امتى ما يتساووش؟ لو بيتحرك بسرعة غير منتظمة. ما تيجي نشوف السرعة النسبية يا سيدنا، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السرعة النسبية ديت هي السرعة اللي المراقب شايفها. المراقب ده اللي انت يعني انت وانت واقف على الطريق كده بتشوف عربيات، المراقب ده ليه ثلاث حاجات: يا اما بيتحرك نفس الاتجاه السيارة، يا اما عكس اتجاه السيارة، يا اما ساكن. تعال نشوفه المراقب ده لما يبقى ساكن يحسبوه السرعة النسبية ازاي، او عكس اتجاه ازاي. عكس اتجاه بتجمع ايه؟ سرعة المراقب زائد السرعة الفعلية. اما ساكن ده بتحسبها عادي من رهوان. اما طب لو في نفس الاتجاه، قال لك بتبقى طرح سرعة المراقب والسرعة الفعلية. وفي نفس الاتجاه بقى خلي بالك، لو المراقب بتساوي السرعة الفعلية فهنا هتساوي صفر السرعة النسبية، هنا هتساوي صفر السرعة النسبية. كده يا سيدنا انا خلصنا مفاهيم الاساسية النظرية. خلي بالك من النظرية دي تبع الدرس الاول، لسه الاسئلة والبهاريز والتكات واسئلة علل ومعنى قولنا انه كل ده. ما تنساش بقى تدعمنا وعشان عيلتنا تكبر. يلا سلام، كان معكم 5 صايم. ما تنساش تصلي على رسول الله وتشير القناة.